من أسوان للقاهرة المطرية لدير أنبا أنطونيوس. ليه البحر الأحمر يا سيدنا؟ في يعني في أديرة كتير، وادي النطرون، اسكندرية، وفي الصعيد. ليه البحر الأحمر؟ ليه؟ عايزة تعرفي ليه جيت أنبا أنطونيوس؟ طبعا دي أهم محطة. دي أهم محطة. الأنبا أنطونيوس بالنسبة لي أنا في بداية حياتي لما دخلت مدارس الأحد كان أغلب الفصول اللي باخدها كانت تبقى فصل الأنبا أنطونيوس. يعني فصل مدارس أحد باسم أنبا أنطونيوس بتيجي كده بالصدفة باي لاك، يعني مش نيافتك اللي بتختاره؟ لا، احنا توزيعة. واللي احنا عندنا طبعا في ناس أحد كان يقولوا مثلا فصل أولى إعدادي يبقى فصل كذا، تانية إعدادي ياخد اسم القديس، فكان في الغالب تملي بيجي معايا قديس الأنبا أنطونيوس. أنا لما في فترة السنة الثالثة رابعة، أجازة الثالثة رابعة في الجامعة، حبيت أروح دير أنبا أنطونيوس، ما كنتش أعرفه. وبعدين كان في أخ ليا صديق كان بيروح الدير قبلي بشوية، وبعدين قال لي تعالى نطلع الدير. دير إيه؟ قال لي دير حلو قوي، دير في الجبل بعيد عن الناس والدوشة والزحمة وكده. قلت له طب أجرب. رحنا كزيارة ولا خير يا سيدنا؟ كزيارة، أول مرة كزيارة. ولا كنت أعرف حاجة اسمها مدق، ولا كنت أعرف حاجة اسمها مغارة، ولا ما كانش خالص. ركبنا الأتوبيس ونزلنا في حتة اسمها الزعفران، وكانت طرق ضيقة خالص، الشوارع مش ممهدة، وما كانش فيه وسائل مواصلات اللي متاحة حاليا كمان. بالظبط. فكنا نعمل ايه؟ نستنى رحلة جاية رايحة أنبا بولا تخش على أنبا أنطونيوس، ففي الطريق ياخدونا معاهم. فخدونا في الطريق، وبعدين اتضح ان تقريبا العربية كانت زحمة قوي، فالسواق قال ننزل شوية ناس، مجموعة. فاحنا من ضمن الناس اللي نزلوا. وكانت تقريبا كنا في الصيف في يوليو او اغسطس، مش فاكر بالظبط. ده كان حر جدا. وبعدين الدنيا بدأت تغرب، يعني الشمس تروح غروب. وبعدين قلت لصاحبي ده هنعمل ايه؟ الدنيا ضلمت وصحراء والمدق مش واضح. صحيح. كانش فيه كمان الناس دي. ده نيافتك تفتكر ده كان سنة كام يا سيدنا؟ طبعا سنة 78 79 قبل ما اتخرج بالظبط. وبعدين اتضحت بقى حاجة حلوة، ان الدير عنده منارتين، والمنارتين دول بينوروا بالليل، فبينور المدى. فاحنا منتظرين لا نشوف اتجاه النور هيروح فين. فاحنا يعني مش عارفين الاتجاه ازاي، يعني نزلتوا وماشيين كده. فاحنا ماشيين طبعا اكيد بنطلع بره الطبان، هو رمل كله. وصلنا الدير ودخلنا الدير، ولقيت الدير زحمه قوي، الناس كانت كتيره قوي في الدير. بعدين قابلنا ابونا اللي على البوابه، وده بالمناسبه دلوقتي موجود لغايه دلوقتي، كان اسمه ابونا ميخائيل، واحنا اسمه ابونا موسى الانطوني، بيخدم في دير في سيدني في استراليا. هو اللي قابلكم اول حاجه؟ هو اول واحد قابلنا. وبعدين سالني سؤال انا وصاحبي، يعني انتوا منين؟ قلنا من كذا. حاجه طبعا غريبه، حافظين ابانا الذي؟ فقلت له حافظين ابانا الذي. قال لي طب معاكم بطاقه؟ طبعا في مصر ما كانش حد بيمشي ببطاقه. انا اعرفكم منين؟ كنت اول مره لا معايا جواب ولا معايا أي حاجه خالص من ابونا يوحنا، وكان يعني زياره غير مرتبه خالص. فقلت له يا ابونا احنا داقين صليب على ايدينا، وعملت له كده. فراح ابونا قالت اتفضلوا. دخلنا الدير، قعدنا حوالي 4-5 ايام في بيت الخلوه. وكان بيت الخلوه ما كانش فيه سراير، كان فيه حصيره، ونمنا على اول يوم على الحصيره. ما اتضايقتش؟ لا ما كانش فيه خالص، رايح وحاجه مش مرتبه والنوم على الحصيره لا ده كان بالنسبه لي اسعد يوم حياتي، ان انا اشوف الحياه البسيطه الحلوه، اللي لما تيجي الساعه 9 بالليل النور يطفي، المكنه جنريتور يفصل، فالدنيا ضلمت، فلو انت معاك كشاف صغير امشي. الساعه 3 الجرس ضرب، وكنت اول مره اسمع الجرس في نص الليل. في الكنائس في القاهره مفيش طبعا الكلام ده. صحيح. فايه قال ده في تسبيحه، طب نقوم كلنا، نقوم كده. طبعا الدنيا ضلمه، مشينا مع بعض، دخلنا التسبيحه. منظر الاباء الرهبان وهم داخلين على التسبيحه بالليل ده شدني جدا. وطبعا انا قاعد في التسبيحه، هو الاباء واقفه وانا قاعد، وكانوا حبه صغيرين، يعني عدد الرهبان ساعتها في دير أنبا أنطونيوس كان حبه صغيرين. فقلت يا ربي ايه ده فعلا الناس دي ملائكه ارضيين. ايه الناس كلها نايمه في الوقت ده، وكان الجو حر، اكيد في المدن الناس نايمه، والاباء طالعه الساعه 3
وقعدوا يصلوا لغايه ما بدات الشمس تطلع. اول ما الشمس تطلع كانت التسبيحه خلصت. رجعنا اليوم الثاني قالوا لنا بقى بيت الخلوه يلا تشتغلوا، فاشتغل اي حاجه. اشتغلنا اي حاجه مع الشباب كده. وبعدين برضو كل ده انا بمشي في يعني مداخل ومخارج الدير كده، تراب، حجر، منظر حلو. بتكتشف الدير لاني اول زياره واي حاجه بتقول حاضر. وكل اب اساله اقول له ابونا اسمك ايه، انا ما كنتش احفظهم بسرعه. فاقول له يجي اقول له ابونا اللي هو شويه كده ولابس بتاع فوق دماغه، والقلاصوه دي لونها ابيض، والتاني اقول له الصلبان طبعا اللي هي بتختلف. وبعدين قعدت يومين 3 ولازم ارجع بقى عشان خلاص الصيف قرب يخلص. فرحت رجعت خلصت البكالوريوس. واتعرفت بقى ساعتها في الدير، اتعرفت عند الرهبان هناك كتير ان الاخ فلان ده الناس بتحبه، هو بيخدم كويس، واي حاجه يقولوا لي اقول له حاضر.